بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض ترم جديد، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. هنتكلم أول حاجة عن مادة الجغرافيا. والجغرافيا فيها وحدتين إن شاء الله نخلصهم مع بعض. الوحدة الأولى بتتكلم طبعا عن الزراعة. أول حاجة لازم نعرف إن إحنا نفهم المادة أكتر ما نحفظها، لإن إن شاء الله أمّا تخشي ثانوي عام يعني المنهج بيعتمد على الفهم أكتر من الحفظ. فإن شاء الله نفهم مع بعض عن إيه الزراعة. هنجد إن شاء الله إن الإنسان في الماضي كان بيقوم ببعض الأنشطة الاقتصادية، بس كانت بدائية، ما كانش فيها آلات حديثة أو تكنولوجيا. تمام؟ مثلًا لو مسكنا إحنا دلوقتي درسنا عن الزراعة. طيب ليه الإنسان كان بيقوم بالأنشطة دي، اللي هي الصيد، الرعي، تربية الحيوان؟ طبعًا ده علشان يشبع حاجاته الضرورية، اللي هو المأكل، المشرب، المأوى، اللي هو السكن يعني اللي هيعيش فيه. وطبعًا كل ده كان إيه، بهدف إن عشان تستمر حياته. وابتدى الإنسان عن طريق الصيد يشبع فعلًا جزء من احتياجاته، والراعي وتربية الحيوان، وده برضه الأنشطة دي ما كانتش بتخلّيه يستقر في مكان معيّن. إنما الزراعة، آآ الإنسان أول ما عرف الزراعة وخاصةً كمان منذ أكتر من 5000 سنة، عرف هنا الإنسان الاستقرار ومعنى الاستقرار. وابتدت طبعًا تنشأ حضارات قديمة. ومع مرور الزمن زاد عدد السكان طبعًا، وبالتالي اتنوّعت أنشطتهم واتطوّرت لحد ما وصلت لنشاط الصناعي. اللي كان طبعًا النشاط الصناعي ده بيتركّز في معظم الدول العالم المتقدمة. وفي الدرس ده اللي هو درس النشاط الزراعي وموارده في العالم، هنتكلم عن أهمية النشاط الزراعي والمناطق الزراعية الأساسية في العالم والموارد الزراعية في العالم. أول حاجة أهمية النشاط الزراعي، ليه الزراعة مهمة؟ طبيعي هتتكلم لما يجي يقول لك بما تفسر مثلا يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية المهمة في العالم. أول حاجة تقول له طبعا لأنه هو مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. أنا بزرع ليه؟ عشان طبعا أوفر الغذاء، النباتات، وطبعا ده بجانب الأسماك والحيوانات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى آآ وفّرها للإنسان. برضه النشاط الزراعي مهم جدًا لتربية الحيوان. تالت حاجة النشاط الزراعي مهم إنه بيوفّر لي المواد الخام الزراعية، عشان إيه، لبعض الصناعات زي مثلًا عندنا القطن والكتان بيخشوا في صناعة المنسوجات والجود. وفي المطاط الطبيعي ده بنصنع منه إطارات السيارات. طبعًا هنتكلم عن المناطق بقى الزراعية. المناطق الزراعية في عندنا نوعين من الزراعة، في زراعة بسيطة ودي بنقول عليها بدائية، وفي زراعة متقدمة. أول حاجة الزراعة البسيطة اللي هي البدائية، دي من خصائصها إن عدد قليل جدًا من السكان اللي بيشتغل بيها. تاني حاجة مساحة الأراضي المزروعة ضيّقة وبتبعد عن بعضها يعني. بتُستخدم فيها أدوات بدائية بسيطة، بس هي بتوفّر الاحتياجات الغذائية اللازمة للسكان اللي هم المحليين دون وجود فائض للتصدير. يعني هي يا دوبك بتوفّر لهم الأكل بتاعهم، لكن ما يقدروش إن هم يوفّروا إن هم يعني يصدّروا برّه. طبعًا الأماكن الموجودة فيها الزراعة البسيطة دي في المناطق الحارة اللي هي على هوامش الغابات الاستوائية، وفي بعض مناطق حشائش السافانا. ومن أهم محاصيلها الذرة، الموز، الكاسافة، اليم. الكاسافة ده يعني نوع من النبات ده موجود في مناخ دافئ وجذوره غنية بالنشويات. أما اليم دي
نبات يشبه البطاطا، وبيطحنوه عشان يعملوا منه العيش أو اللي هو الخبز، وده بيبقى موجود في معظم دول قارة أفريقيا. تاني نوع من الزراعة معانا اللي هو الزراعة المتقدمة، والزراعة المتقدمة دي فيها نوعين، في زراعة كثيفة وزراعة تجارية وعلمية. الزراعة الكثيفة دي زراعة تعرفها يعني زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد، يعني هم بيزرعوا الأرض أكتر من مرة عشان يشبعوا احتياجاتهم اللي هم السكان المحليين برضو، يعني ما بيتوفرش إن بعد ما يزرعوا ويوفروا مثلا غذاء ليهم إن هم يصدروا لأي دولة تانية، لكن يا دوبك بتكفي استهلاكهم. الزراعة ديّة من خصائصها محتاجة أيدي عاملة كتير، يعني عايزة أيدي عاملة وفيرة، لإن طبعًا بيتم في هذه الزراعة عمليات كتيرة، منها بذر الحبوب، الري، تنقية الحشائش، فبالتالي محتاجة أيدي عاملة وفيرة. تاني حاجة الأراضي الزراعية ديّة بتزرع أكثر من مرّة، يعني عشان بيزرعوا فيها أكتر من محصول. بينوّعوا في المحاصيل. مساحتها صغيّرة وده بيصعب فيها استخدام الآلات الزراعية، لإن مساحة الأراضي والحقول هنا صغيرة. أماكن انتشارها موجودة في المناطق الحارة والمعتدلة، والمحاصيل المنتشرة فيها اللي هي القمح، الأرز، القطن. تاني نوع من الزراعة المتقدمة الزراعة التجارية والعلمية، ودي بتُعرف بالزراعة الواسعة، ودي هدفها إنها تنتج آآ يعني هدفها إنتاج تجاري ضخم، ومن أهم خصائصها إن بتتم في مزارع واسعة، وبس بتتخصص في محصول معين. تاني حاجة بتُستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة، تؤدي إلى إيه، إلى قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية. موجودة فين بقى أو أماكن انتشارها؟ في جنوب شرق آسيا حيث مزارع المطاط والشاي، وفي أمريكا الشمالية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتركز فيها مناطق زراعة القمح ونطاق القطن، وفي برضه في قارة أوروبا في مناطق زراعية زي القمح، بيزرعوا القمح. يبقى أنا عندي الأماكن الانتشار 3: جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية وفي قارة أوروبا. أهم محاصيلها اللي بتشتهر بيها المطاط، القمح، القطن، الشاي،